انت فاكر السنة اللي فاتت؟ بالظبط. محدش فاكر، لأنها كانت نسخة مكررة من اللي قبلها. نفس الروتين، نفس التعب، نفس الندم في آخر كل سنة. عارف، في إحصائية غريبة بتقول إن 80% من الناس بيعيشوا نفس السنة 75 مرة. يعني العمر بيعدي من غير ما يتحس، مجرد تواريخ بتتسجل من غير معنى. كل سنة ندخل على أول محرم ونقول كل سنة وانت طيب، ونرجع نكمل نفس الحياة تاني. بس الحقيقة إن راس السنة الهجرية مش مجرد تهنئة، ولا بوست بنشاركه، ولا تصميم حلو بنتسابق ننزله. السنة الهجرية ممكن تكون آخر فرصة لقلبك عشان يصحى. اسمع القصة دي. كان في شخص زيي وزيك حاسس إنه تايه، وإنه بيضيع منه عمره لحظة بلحظة. وفي يوم 1 محرم 1447 قرر يكتب لنفسه رسالة قصيرة جدا بس كانت صادقة. كتب: لو لسه بتقرا الرسالة دي بعد سنة يبقى ما اتغيرتش. مرت الأيام وجت السنة اللي بعدها ولقي الرسالة، بس المدهش إنه لما قراها ما بقاش هو، اتغير. يعني مش لأنه فجأة نجح أو بقى غني، لكن لأنه أخيرا قرر يبدأ من جوه قلبه. الرسالة كانت الشرارة، مش لأن الورقة فيها سحر، لكن لأنه أدرك إن البداية مش في الورق، البداية في القلب. هو بس قرر يقول كفاية، كفاية وجع، كفاية تعلق بحاجات بتموت روحه، وكفاية تأجيل. انت كمان ما تستناش الدنيا تهدك عشان تصحى. السنة الهجرية مش بس تاريخ، دي فرصة لقلبك عشان يتولد من جديد. ده اختبار صادق من ربنا. هل لسه فيك روح، ولا بقيت مجرد تقويم بيعدي وأيام بتتكرر؟ لو عندك حلم، عندك مشاكل، عندك ذنب، ابدأ من دلوقتي وغير من نفسك، واكتب لي تحت هتبدأ بإيه السنة دي.